لازم نطلب من العمده وقلب جامد ان يظبط لنا حبه في سعر المحصول. وده مين اللي هيطلب؟ انت ولا احنا؟ احنا طبعا، يعني هيعمل لنا ايه يعني؟ يعني مش عارف هيعمل لك ايه؟ هيضيع عيشتك وعيشة اللي خلفك وعيشة اللي واقفين معاك وعيشة اللي بيزرعوا معاك وعيشة ايه خلاص ما كانتش كلمه قلتها. اهو بالشكل ده هيظلمنا زي كل سنه ويحدد سعر المحصول بمزاجه برضه. اوعى يا عم اوعى. اسطوره يا بابا. اسمعوا اهل البلد عشان كلامي ما قالوش مرتين. المحصول السنه دي اخده بالسعر اللي حددته عشان انتوا اتجننتوا ودخلتوا بيت البلد اخده بسعر اقل من السنه اللي فاتت. بقى ده اسمه كلام يا عمده؟ بقى ده اسمه كلام؟ وناكل احنا منين؟ وناكل عنا الغلابه دي منين؟ ايديك يا عمده، ابوس ايديك عاوز هيموتوا من الجوع. طب اسمع بقى يا عمر، انت لو ما خدتش مننا المحصول بالسعر اللي يرضينا ويرضي ربنا، احنا نشوف حد فرد نبيع المحصول. هو في حد في البلد دي كلها يقدر يبيع محصول لحد غيري؟ ما تنطق. لا يا عمده، لا يا عمده، انت هتفضلوا لحد امتى يا اهل البلد ساكتين كده على ظلم العمده ليه؟ وعلى طمعه فيكم وفاكنا ايه؟
علشان تقدروا تغلبوا كل مشاكلكم لازم تهدفوا من القلب. الله محبة زي زمان ما شعب الله هتفوا باسم الرب فسقطت أسوار أريحة. احنا كمان لازم نتغلب على مشاكلنا ونهدف من كل قلوبنا. الله محبة. الله محبة. الله محبة. الله محبة. خلي قلوبكم تفيض بالحب، ساعتها هتلاقوا حل لكل مشاكلكم. الله محبة. 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 لو قبلنا الحب جوه قلوبنا هنشوف بركات ومعجزات في حياتنا. الحب يقدر يغيرك وينور حياتك. افتح قلبك لربنا، اطلب منه يدخل قلبك وينوره. ساعتها هيدخل حياتك يغيرها